الصندوق الأبيض يوجد الكثير من الأشياء، والصندوق الأبيض الخاص بالكاتب الأستاذ ماجد عبده هنا معنا، وجاء بهذا الصندوق من مدينة الإسكندرية من هناك إلى القاهرة. أولا بنرحب بوجودك معنا أستاذ ماجد النهارده. أهلا بك يا أستاذ المستمعين. ما شاء الله الصندوق بتاعك جبته ايه في القطر ولا؟ لا هو انت عارفه الصندوق الابيض ينفع في اللون الاسود يعني كان لازم اجي مش حاجه اعزم حضرتك كده. الله يخليك. لا احنا مش عايزين نجيب يعني سيره اللون الاسود خالص، لكن احنا ان شاء الله يكون صندوقك الابيض مليء بالاشياء الجميله اللي هي ثابت علامه في قلبك، ثابت علامة مميزة في وجدانك. وأنا أعتقد إنه الصندوق الحقيقة فيه كتير جدا من الأشياء اللي أنت بتتوقف عندها. أولا الصندوق ده هل أي صديق ممكن مثلا يقرب منه ممكن يفتحه؟ هل على مستوى الأسرة في أشخاص معينين أنت بتأتمنهم على هذا الصندوق؟ عايز أقول لحضرتك بس جزئية إن أنا ما بحتفظش بحاجة غير فعلا الحاجات اللي أنا أتوقف عندها وتكون أثرت في وجداني. حتى الفلوس على فكرة ما احتفظش بيها، يعني أنا الحاجة الوحيدة اللي احتفظ بيها هي فعلا الحاجة اللي أنا أتوقف عندها عاطفيا، الحاجات اللي أثرت في وجداني. ولذلك كل حاجة موجودة جوه الصندوق اختيرت بعناية. الصندوق الابيض بالعكس انا مش شايف ان في حد خاص يقدر يفتح الصندوق الابيض، انا جايبه افتحه معاكم لان انا الحاجه اللي انا بحطها او جوه الصندوق الابيض او الفكره اللي انا بحطها جوه الصندوق الابيض دي مفتوحه للجميع لاستفيد منها يعني كما استفدت. فاي حد يقدر يفتح الصندوق الابيض افتحيه حضرتك او مع حضرتك في الحاجه. يعني اذا هو يعني للعامه من الناس، ملك الجميع، للعامه من الناس. طبعا. خلي بالك في حاجات شخصيه برضه. هو لا الحاجات الشخصيه ما بحتفظش بقى في الصندوق الابيض. الحاجات اللي بس في حاجات شخصيه انت لا يعني حاجات شخصيه ترى، الحاجات الشخصيه التي لا ترى مش هحتفظ بيها في الصندوق الابيض. الصندوق الابيض ده انا اشعر ان يجب ان يكون متاح لكل من اراد ان يستفيد من ذكرى جميله، من فكره، من عبره، من عظه موجوده جوه الصندوق الابيض. واعتقد ان هيكون من بعد الاولادي ويورث. تفتكر ان هم هيحافظوا عليه؟ اتمنى ذلك. هتطلب منهم بقى. طبعا. احنا هنفكر المستمعين انه استاذ ماجد عبده الكاتب يعني ليك مجموعة من المؤلفات والمجموعات القصصية وبعض المسرحيات، منها مثلا حوالي 6 مسرحيات في بعض المجموعات القصصية. هي ايه، قصصية ولا مسرحيات؟ يعني مثلا مظلوم مراد دي متتالية قصصية. طبعا انت عارفة حضرتك ان انا بكتب في النقد الاجتماعي الساخر، فهي كلها مسرحيات ساخرة، منها في حاجات مسرحيات رمزية، في مجموعات قصصية زي مظلوم مراد اللي حضرتك بدأتي بيها. هي متتالية قصصية، متتالية يعني هم نفس الأشخاص في مجموعة من القصص المختلفة. وفي الشعب يريد مسرحية، وفي كوكب الحمير وثورة قرد ومن أنت. دي كلها من أنت دي بس هي مونودراما اللي هي يعني شخص واحد بس، هي مسرح المونودراما يعني. والآن تعد لمجموعة قصصية من بينها أبين زين. اسم أبين زين الجديدة. طبعا كل ده موجود كمان في صندوقك الأبيض وبتعتز بيه إلى حد كبير. ولكن احنا هنروح بقى للجزء الآخر، نقول نمرة 1 الحقيقة أنا شايفة في مراية، يعني على عكس مثلا يعني دايما السيدات هما بتلاقي صندوقهم فيهم مراية، هي بتهتم بالمرآة وتعتني بيها من مقتنياتها الشخصية. لكن ليه انت محتفظ استاذ ماجد بمراية؟ اولا انا عايز اقول لحضرتك معلومة، انا دايما اصور نفسي على فكرة. بتحب الصور كده؟ اصور نفسي كمان، دايما احب اشوف نفسي يعني حسيت ولا خلت زي ما انت شايفه انا رفيع جدا
وزني 5-6 كيلو مش اكتر. بالعكس يا جماعة. اضرب 50. يعني انت ما شاء الله يعني. انا طبعا عشان الساده المستمعين يعرفوا ان انا الحمد لله. يعني انت لا بتحب الاكل. انا بموت في الاكل اللي بحبه. بس طبعا هو الفكره انا دايما عشان هي فيها ناحيه انا اشوف نفسي خسيت ما خسيتش شويه. بتحاول تعمل ريجيم يعني؟ لا انا ماني نفسي بالامل. يعني انا احاول ان انا اعمل ريجيم لكن ما اعملهوش. واقعد اقنع نفسي ان انا عملت ريجيم ومع ذلك ما بعملوش. بس انا مراتي بقى انت عارفه دكتوره فمتابعاني يعني صيدلانيه، بس بضحك عليها يعني برضه باكل من وراها وكده. والدتي والله يعني انت محتفظ بالمرايه عشان تشوف انت من وقت للتاني زدت في الوزن او لا او العكس او لا يعني هو بقول لحضرتك ده جزء من الموضوع. انما الجزء الاهم اللي هو ان انا يعني دايما بيقول لك يعني شوف صورتك في المرآة. الوجه الذي تراه في المرآة احرص على ان يكون بشوش او مشرقا، لان انت ما بتشوفهوش غير مرة واحدة الصبح. بقية اليوم الناس بقى هي اللي تشوف. فانا احب الناس دايما تشوفني مشرق متفتح مبتسم سعيد، وان حتى كنت على عكس ذلك يعني. ولكن احب الناس اللي حواليا تشوفني كده، خاصة الناس اللي بيحبوني اللي بيتأثروا بالكلام. إذا أنت بتطمئن كل يوم بتبص في هذه المرآة عشان تقدر تصدق يعني انطباع عن نفسك أو تعرف والله أنت هينعكس شكلك أو إشراقك مدى إشراقك أو ابتسامتك على الناس. أيوة. لو لقيت نفسك متجهم في طبعا بتعمل إيه؟ ما هقول لحضرتك في طبعا ده أكيد بيحصل نظرية طبعا في نظرية لفرويد بتقول لو انت رسمتي الابتسامة على وجهك يعني حتى رغما عنك انك ترسمي الابتسامة على وجهك لمدة 10 ثواني وجهك هتترسم عليه ابتسامة وهتكون ابتسامة حقيقية وتريح من مودك او من الحالة النفسية اللي انت فيها وتخليكي مشرقة بشوشة فعلا. وانا بعمل ده يعني انا احيانا ابص في المراية كده الاقي نفسي مكشر شوية فلازم اضحك ابتسم احاول كده فيبدأ وجهي يبقى مشرق. فلما اي حد يشوفني بقى اول حاجة اشوف انا نفسي بس واظبط. فانا اظبط بس الاول ان انا الوجه يبقى مشرق لان مش ذنب الناس انها تشوف غير الوجه المشرق. كون جميلة ترى جودة جميلة طبعا مفيش كلام. وشعورك كمان بهذا الجمال يخلي الناس تشوفك كده. وفي الاول وفي الاخر الناس مالهمش ذنب حتى لو انت متضايق زعلان من حاجه ده مش بينعكس على معاملتك مع الاخرين. لا خالص. على فكره انا كتير جدا كنت ببقى قاعد اكتب حاجات كوميديه والله اقسم لك بالله ان انا في اوقات كتير جدا قاعد حزين جدا 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 ولكن قاعد بكتب كوميدي لان انا من جوايا انا هذا الرجل. يعني انا الراجل اللي بيحب يضحك وبيحب يبقى مشرق ويحب يبقى مبتسم ويحب كمان اللي حواليه يبقوا كده. لان الشخص اللي بيحب كده يحب يشوف الناس اللي حواليه كده لان هم برضو هي الطاقه الايجابيه دي انت بتستبديها من اللي حواليك. تمام مش انت بس بتطلعي طاقه ايجابيه لازم اللي حواليك كمان يبقى عندهم الطاقه الايجابيه. ولو كان اللي حواليك ما فيش طاقه ايجابيه انت بتحاول ان انت تصدر لهم هذه الطاقه الايجابيه. انا بشوف ان الطاقه الايجابيه دي لو انت قعدتي تعدي على حد كل يوم تقول له السلام عليكم يرد عليك السلام عليكم هتلاقيه ثالث او رابع مره بدا يرد عليك بحراره اعلى بعد كده هيوقفك ويسلم عليك بالايد كده. الطاقه الايجابيه من السلام من انواع الود يعني. الطاقه الايجابيه بالسلام دي لازم تكون بوجه مشرق. لازم تكوني انت كمان جواكي انك انت فعلا عندك طاقه حب توزعيها على الناس اللي حواليك. ما اعتقدش ان هتسيب بعد كده اثر سلبي في النفوس اللي حواليك. لازم تصدر لهم زي ما حضرتك قلتي الطاقه الايجابيه ورغم المشاكل اليوميه او العاديه اللي بيمر بيها اي انسان وانت اكيد بتمر بيها كمان طبعا زيك زي اي شخص طبعا. ولكن انت محتفظ او بتحاول تحتفظ بابتسامتك وبالوجه المشرق والابتسامه الجميله. طبعا